النهارده بقى وصفة جديدة للفراخ. جميلة جدا وطعمها رائع وبرده مش هتتعبي وانت بتعمليها. فيلا بينا نحضر بقى التتبيلة بتاعتها. معلقة صلصة، كركم، فلفل اسود، بهارات فراخ، دبس رمان، ملح، عصرة ليمون. هقلب بقى الخليط ده هيكفي معايا فرختين كبار. يعني انا مش عاملاه خليط يكفي فرخه، ده فرختين كبار. هعمل الصدور لوحدها والوراك لوحدها. اخر حاجه على الخليط هحط عسل ابيض، بيخلي طعمه حلو، متقلقيش منه خالص. قلب بقى الخليط كويس وهركنه على جنب وهنشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى انا معايا صدور الفراخ. انا خليتها طبعا من العظم خالص، مفيش عظم لا في الصدور ولا في الوراك، وفتحت فتحه كده وبعدين عملت جزء كده وجزء كده. تمام. هتبل بقى الصدر كويس معايا الاول. احط بس سنه كده بالفرشه، وهدخل برضو في الجزء ده والجزء ده اهو. دلوقتي بقى هحشيها. عندي لحمه مفرومه متعصجه. هحشي الفراخ بتاعتي الاول. اول حاجه اللحمه المفرومه هدخلها في الجنب ده كده كويس، وفي الجنب التاني متقلقيش، حتى لو هي في الوسط كده في لحمه مفرومه عادي. هاخد بقى شويه موتزاريلا هدخلهم جوه هنا كده برضو، وفي الاتجاه التاني وبعدين هجيب، انا عندي سوسيس انا سلقاه، هجيبه وهحطه هنا في النص، وهحط برضو موتزاريلا. خلاص كده احنا حشينا الصدر زي ما انتوا شايفين. هحشي بقى بقيه الاربع صدور، انا عاملاهم زي ده بالظبط. هحشيه وبعدين هنشوف هنعمل معاهم ايه. دلوقتي بقى هشيل الصدر اللي انا عملته وارصه بقى في الصينيه اللي انا هعمله فيها، ونكمل بقيه الصدور اللي احنا هنعملها بنفس الطريقه بالظبط. انا كده خلاص خلصت الصدور وحشواتها. حطيتها في كيس حراري، مش هديها صدمه ولا حاجه، هي الطريقه كده. حطيتها في كيس حراري، هخرم بقى الكيس 3 4 خرام كده، وهرفع بس الكيس كده سنه، وهو كده كده اوريدي بيتنفخ في الفرن. هدخلها الفرن على درجه 180، وانا اوريدي مشغله الفرن ومش مشغله الجريل. دلوقتي بقى احنا خلصنا طبعا الصدور، هجهز بقى الوراك انا برضو خليها خالص ما فيهاش اي حاجه من العظم. هبتدي بقى اتبلها بنفس التتبيله بتاعت الصدور كده. بصوا بقى انا هرول بالطريقه ديت بس عشان يديني مساحه ان انا ارول براحتي. ابتدي بقى الحشوه بتاعتي. عندي سوسيس زي ما احنا شفنا في الصدور، انا قسمت السوسيس هنا، احطه كده، وهحط شويه لحمه مفرومه متعصجه زي ما احنا قايلين، وشويه موتزاريلا، شويه حلوين كده. وابتدي بقى ايه، ارول يعني الفها.
تقلقوش، خلاص انا رليته اهو لفيته. تمام تمام، احنا كده خلاص رليناه. طبعا احنا هنرصه بس بعد طبعا ما هحط برده شويه، هدهنه كده شويه من التوابل، وهحطه بقى برده في صينيه زي الصدور، وهرص الكميه الباقيه. بس يا جماعه، انت دلوقتي خايفه ان الرول يفك، ممكن ان انت تربطيه زي العرق التريبيانكو ما بنعمله وبيبقى متربط، ممكن تربطيه. كده كده هو مش هيفك ولا حاجه، احنا هنرصه ومش هنقلبه. خلاص كده بقى انا هشيله وهحطه في الصينيه، وهكمل بقى بقيه كميه الوراك بنفس الطريقه وهوريها لكم في الاخر. الوراك كمان خلصت، هخرم بقى الكيس وهندخلها بقى الفرن مع الصدور عشان تستوي، ولما تخرج هنشوفها مع بعض. انا كده دخلت الوراك مع الصدور، وده طبعا منظر الصدور، قلت اما اوريها لكم. رائعه جدا وما شاء الله، يعني مش هتاخد معاكي وقت، واكله تحفه. الصدور خلصت، هنبص عليها مع بعض على ما الوراك تخلص. بسم الله بسم الله ما شاء الله. ما تقلقوش بقى، انا دلوقتي هركنها على جنب على ما الوراك تخرج، وبعد كده هديها بس ايه وش، يعني هحطها تحت الجريل هي والوراك ياخدوا سنه وش بسيطه. خلاص خلصت، هقصها بقى كده. بسم الله. هشيل بقى الكيسه خالص كده، فكها. بسم الله. طلعه رائعه اهي. تحفه. دلوقتي هدخلها الفرن هي والصدور. طبعا هي البخار ده يا جماعه لسه طالعه، فعشان كده البخار جامد. هدخلها بقى دلوقتي تاخد بس وش بسيط كده، واطلعها ونشوفها في طبق التقديم هي والصدور. شايفين بقى الجمال والحلاوه، شكل وطعم وريحه. انا متاكده من الوصفه يا جماعه، جربوها. انا دلوقتي هدخلها الفرن تاخد وش كده حلو، واطلعها واوريها لكم. خلاص هي خرجت من الفرن. دلوقتي انا هاخد صدر من دول وورك ونقطعهم كده مع بعض، اوريه لكم واوريكم شكلهم عامل ازاي. انا دلوقتي طلعت قطعتين اهوت. هبتدي بقى ايه اقطع كده ونشوف كده. هقطعها لكم بالنص عشان تشوفوها. بسم الله. بصوا بقى، بصوا الجمال، تحفه وشكلها حلو قوي قوي قوي، ومستويه كويس قوي قوي. وصفه جميله، جربوها بجد هتحبوها. انا هدق لكم برده حته من الفراخ اهو. شايفه والله اي حته من الفراخ بتطلع بسهوله. هدوق بقى كده ايه حته سوسيس كده مع اهو. ثواني يا جماعه اهوت، مع لحمه مفرومه. شايفين جت حته كبيره كمان. ندوقهم. بسم الله. طعمه خطير 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 بجد. تسلم ايدي، يعني جربوا الوصفه وهتدعوا لي بجد. دي الوراك اللي انا دقته، ده الوراك. هنشوف برضو الصدور. نعمل بقى الصدر كده برضو. بسم الله. انا بس عايزه عشان افتحه لكم. شايفين اهو كده، عايزه افتح كده واوريكم. بصوا بصوا الجمال، جمدان والله العظيم، تحفه. جربوها وبجد هتدعوا لي. شكل وطعم وكل حاجه بصراحه. ده ليمو ابني مستني عايز يدوق. عايز تدوق تاني يا ليمو؟ طب استنى بس. وليمو لا عايز تاني؟ طب استنى اهو. بصوا ثواني دوق كده، مش عارفه اجيب لك. طب استنى، طب خد سوسيس يلا. ثواني اهو، يلا اتفضل. لكم بقى ان انا عاملاه في كميه كبيره، لان طبعا انا مجربه الوصفه دي قبل كده، وانا اللي مخترعاها زي ما بيقولوا. والميكس بتاع السوسيس مع اللحمه المفرومه مع الموزاريلا والفراخ، كله واخد من بعضه كده، تحسي الطعم تحفه جدا. فجربيه وهتدعي لي. ويا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنسينيش من اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. باي باي.